مواكبة تيفي، الأخبار اللي يناسبك يوصلك حتى ليديك. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. عبد الله البركاوي الملقب بكحلوش المزداد نهار 5 ماي 1992 بدوار توتيك التابع لجماعة تاكروت إقليم زاكورا. بدا الكوميديا وهو صغير في العمر ديالو وخاض مجموعة تجارب في الكاستينغ، أبرزها كان كاستينغ 2012 في برنامج كوميديا ونجح فيه، لكن مرض بعدو عن المشاركة في البرنامج. والسر الذي لقب به كحلوش هي الكلمة كانوا كيعايروه بها، لكن عبد الله البركاوي قلبها وجعلها اسم شهرة ديالو. وهنا يمكن لنا نقولوا أن نقطة ضعف جعلها نقطة قوة، والشيء اللي هو سلبي جعله إيجابي. في البداية كان سميتو دي بلاغ، لكن كلمة كحلوش عجباتو وجاتو سهلة. والإكراهات اللي كان كيعاني منها كحلوش هي أعداء النجاح اللي كانوا كيوقفوا ليه في طريقه وكان كيعايروه ويحبطوه. ديما كان كيسمع انت ما غاديش توصل، لكن هاد الشيء ما وقفلوش في طريقه. هنا غادي نقول لكم واحد الموقف مؤثر وقع عليه مؤخرا. كان عبد الله رفقة أصدقاء ديالو في عين الديار وعيط ليه شي حد باش يتصور معاه، لكن هو جاي في الطريق ودخل فيه موتور. وعبد الله منين سولوه على التجنيد الإجباري قال لهم أنا مع التجنيد الإجباري بشرط أنهم يخلوني نمارس الهواية ديالي واللي هي الكوميديا ونمشي معهم فين ما بغاو. وقال بلي هاد التجنيد فقط رياضة يمكن ينفع الإنسان في بزاف ديال الحوايج في حياته. والأغلبية ديال الفيديوهات اللي كان كيبان فيها عبد الله مشهورين في قنوات تابعين للأشخاص الآخرين وشركات إنتاج وحدة الأخرى. هو عرف أنه كيربحوا فلوس، لكن هاد الشيء ما هموش وكان عنده هدف واحد أنه يبان للجمهور ديالو، ومن بعد الفلوس غتجي. إذا كنتم مازالين جديد على قناتنا ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم أخبارنا في الحين، ودعمونا بالإعجاب لهذا الفيديو وخليوا لنا الآراء ديالكم فيه.